كابتن محمود الخطيب يا جماعه دلوقتي ماشي في المفاوضات لضم مصطفى محمد. كان لازم ان انت تجيب مهاجم تاني جنب وسام ابو علي وجراديشار، لان زي ما احنا عارفين ان جراديشار اتصاب في الفتره الاخيره وممكن اللي هو ما يلعبش اول مباراه مع انتر ميامي. وعندك وسام ابو علي على منتخب فلسطين الساعه 10 مساء النهارده، وممكن يرجع انت مش عارف حالته عامله ازاي ومش عارف عنده اصابه ولا لا. فكان لازم فعلا من الخطوه دي، وكلنا طبعا بنهيئ الكابتن محمود الخطيب عليها. طبعا مصطفى محمد اضافه قويه لو جه الاهلي. مصطفى محمد جاي له عرض من شركه عربيه راعيه للنادي الاهلي، قالت له هندي، قالت كده لاحمد يحيى وكيل مصطفى محمد، قالوا له هندي لمصطفى محمد 2 مليون دولار مقابل اعلانات هيعملها للشركه خلال سنه. تاني حاجه النادي الاهلي قال لاحمد يحيى احنا كمان هندفع مقدم التعاقد. هتدفعوا كام؟ قال لك هندفع 1 مليون دولار مقدم التعاقد. الصفقه دي خلاص يا جماعه هتتم خلال ساعات، ولازم الصفقه دي تتم زي ما انا قلت لكم، عشان الاهلي طبعا محتاج لمهاجم جنب وسام ابو علي وجراديشار. في ناس تانية تقول لك ايه، حرام ندفع كل الدولارات ديت نوفرها، نجيب مين؟ قال لك نجيب يوسف سيليتش او نجيب اسامه فيصل. مفيش مشكله، مصطفى محمد جه او يوسف سيليتش او اسامه فيصل، الثلاثه كويسين. وكل دوت احنا بندور على مصلحه الفريق، بندور ان النادي الاهلي يحقق لقب في البطوله ديت يا جماعه. بندور ان النادي الاهلي يعني يعتبر اكبر نادي في الشرق الاوسط وافريقيا، لازم يحقق لقب في البطوله ديت، العالم كله بيتفرج على النادي الاهلي. فهنا الحركه دي كويسه من الكابتن محمود الخطيب، كلنا بنحييه عليها. واحد تاني يجي يقول لك طب ما اسامه فيصل احسن. يا عم والله اسامه فيصل جه، يوسف سيليتش جه، مصطفى محمد جه، زي ما انا قلت لكم المهم مصلحه الفريق. تاني حاجه تعالى اكلمكم عن امام عاشور والكواليس اللي بتتم داخل معسكر النادي الاهلي في امريكا. كل الناس وخاصه امام عاشور بيكتموا في قول زيزو يا جماعه وضح ان هو مش متوقع ان هو يلاقي الحب ده كله من لعيبه النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره. الاستاذ خالد مرتجي يعني رحب بزيزو، الاستاذ الضماطي رحب بزيزو، الاستاذ سراج رحب بزيزو، كل اعضاء مجلس الاداره رحبوا بزيزو واكنه واحد منهم، اكنه كان يعني معاهم من قيمه اسبوع. امام عاشور على طول ضحك وهزار في اوضه زيزو. في حاله من الالفه مع زيزو، ودخل المود بسرعه وانسجم مع الفريق. قال لهم انا حاسس ان انا يعني كنت معاكم بقالي سنين. ده بيرجع للروح الموجوده جوه النادي الاهلي. في روح كده يعني ما يقدرش حد يوصفها، روح جميله كده بتبقى موجوده بين الفريق، بيبقى في حب واحترام، في حاله من الحب جوه الفريق. امام عاشور في لقائه مع سيف زاهر، يعني سيف زاهر بيساله يعني البطوله دي متوقع النادي الاهلي يعمل فيها ايه؟ امام عاشور رد عليه بكل جراءه وبكل ثقه وطموح، خلي بالكم مش غرور. قال له لا النادي الاهلي هنحقق لقب في البطوله ديت. قال له يا امام انت هتلعب قدام فرقه تقيله. قال له مفيش مشكله، احنا برضو جماد، احنا برضو اقوياء، احنا النادي الاهلي اكبر نادي في الشرق الاوسط، اكبر نادي في افريقيا، فما تقلقش هنحقق لقب. فسيف زاهر بيقول له متاكد يا امام؟ قال له اه متاكد. فبيكلمه برضو يا امام انت طلبت من النادي الاهلي تعدل العقد بتاعك؟ قال له لا انا ما طلبتش وكده. قال له بس الوكيل بتاعك طلب. قال له ممكن الوكيل مثلا عايز يحسن العقد او كده عشان مثلا بيطلع له نسبه من تحسين العقد، انما انا مع النادي الاهلي. سواء النادي الاهلي، خد بالك من الكلمه، سواء النادي الاهلي عدل العقد او ما عدلوش، كده كده النادي الاهلي يعني بيقدر ابنائه وبيقدر لعيبته. فانا النقطه دي مش بفكر فيها خالص. فعلا يا جماعه النادي الاهلي انت مش محتاج تقول عدل العقد. النادي الاهلي لما يلاقيك انت فعلا اضافه للفرقه، انت فعلا بتحقق مكاسب للفرقه، انت فعلا بقيت عمود اساس في الفرقه، النادي الاهلي من تلقاء نفسه بيحقق لك الكلام دوت. انت لما بتيجي مثلا الايصال بتاعه التعاقد بتاعتك، انت مش محتاج ان انت تطلب من النادي الاهلي تقول لهم لو سمحت بس القسط ما وصلش، انت اوتوماتيك بتلاقيه نازل لك على طول على الكريدت كارد بتاعتك، مش محتاج ان انت تتكلم في حاجه. هو ده النادي الاهلي يا جماعه، هو ده النادي الاهلي، وده اللي شفناه من رد امام عاشور مع سيف زاهر. ناس تانية تقول لك ايه، سيف زاهر برضو ساله، قال له انت ممكن تعمل حركه البالونه تاني؟ قال له اه اعملها تاني. قال له انت مش شايف الفئه سائله جماهير الزمالك؟ قال له لا جماهير الزمالك مالهاش دعوه ولا نادي الزمالك، انا بحتفل يا جماعه، بنفخ البالونه دي مثلا لبنتي، بتفائل بالحركه ديت، العالم كله بيتفرج عليها، ممكن اطلع بيها ترند، انما نادي الزمالك وجمهور الزمالك ملوش دعوه بيها. وفعلا نادي الزمالك ماله يا جماعه؟ دي تعتبر حركه من الاحتفال، هو مثلا بيعملها مثلا تعتبر يعني احتفال جديد زي ما احنا كلنا بنشوف لعيبه الكوره بيعملوها، فعادي يعني. مش نادي الزمالك مش طرف. وقال له نادي الزمالك مش في دماغي ولا جماهير نادي الزمالك في دماغي، انا دلوقتي مركز مع النادي الاهلي ومركز في البطوله انا واخدها. وفعلا رد كويس من امام. عايز اقول لك يعني النادي الاهلي قافل على نفسه في المعسكر، مش بيفكر في حاجه. زيزو دخل في اجواء مع الفرقه ومع اللعيبه ومع اعضاء مجلس الاداره،
يعني خلاص يعني بقى اسره واحده، خلاص الروح بقت واحده. هي دي روح النادي الاهلي. امام قعد مع زيزو واتكلموا، قال له شفت النادي الاهلي والالفه اللي فيه؟ قال له شفت، وشفت الحب الموجود، وحب يعني مش محتاج ان انت مثلا من وراه يكون في وراه مصلحه او من وراه حاجه، حب كده بين اللعيبه كلها بتحب لبعضها الخير، كلها بتدي بعضها التالق. قال له شفت حسين الشحات رفض ان هو يجيب الجون في فاركو، وكان قبلها جايب جون واداني الكوره بكعب رجليه عشان انا ابقى هداف الدوري. قال له شفت، قال له ده الروح الموجوده جوه النادي الاهلي. كلنا هنا، كلنا واحد، كلنا بنحب بعض، كلنا بنحب الخير لبعض، كلنا عايزين كلنا نتالق ونبقى في احسن صوره، والنادي الاهلي يبقى احسن صوره، اكبر نادي في الشرق الاوسط واكبر نادي في افريقيا.